بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ابنائي طلبة سنة 6 ابتدائي. النهاردة وصلنا للدرس 5 والدرس 6 في الوحدة التالتة، اللي هو بيتكلم عن ازاي اوجد قيمة المقدار الجبري. يعني هو يجيب لي مقدار جبري وانا اطلع له القيمة بتاعته، وهناخد شوية تطبيقات عليه. يلا بينا. درس سهل وجميل ان شاء الله، مش هنطول فيه قوي، هيبقى سهل علينا. بيقول لي هنا ايه؟ يريد خالد شراء عدد من الالعاب. خد لي كده عدد من الالعاب دي. فاذا كان سعر كل لعبة 50 جنيه، طب خلاص هي كل لعبة 50 جنيه، ده سعر ثابت للعبة، وأعطى له البيع خصما. يعني في خصم هيتعمل على إجمالي المشتريات، سواء بقى كان 5 لعب 10 لعب 20 لعبة، الخصم يبقى 60 جنيه. بيقول لي فاكتب مقدارا جبريا يعبر عن الموقف السابق. طيب كلمة عدد من الألعاب دي بنعبر عنها بالمتغير. المتغير ده بنعبر عنه برمز، وليكن مثلا A أو Z أو X. أي رمز احنا عايزين نعبر ايه عنه، A أو Z مثلا أو X أو Y أو T. عشان كده احنا بنقول عليه متغير. هو اصلا بنرمز له بايه؟ بنقول عليه متغير، فبنرمز له باي رمز، لان هو متغير. يعني ممكن يكون مرة يجيلك ب10، يجيلك ب20، ب5، ب2، ب3. هو ده اللي بيتغير معانا في المقدار الجبري. طيب يبقى انا لو رمزت للمتغير يا ولاد بالرمز A، طيب قالك اللي هي عدد الالعاب، يعني عدد الالعاب اللي انا معرفوش هو كام، رمزت له بالرمز ايه. وقالك كان سعر كل لعبة 50 جنيه، يبقى الالعاب هنبقى 50 مضروبة في ايه؟ 50 ايه يعني عدد الالعاب مضروبة في سعر كل لعبة، عشان اعرف السعر الاجمالي بتاعها. واعطى له البيع خصما. خصما يبقى ده بالطرح على طول، الخصم بالطرح، هنشيل من الفلوس دي خصم على اجمالي المشتريات بقيمة 60 جنيه. يبقى انا كده رحت عملت له المقدار الجبري اللي هو عايزه، عدد من كذا، خلاص ارمز له بالرمز زي ما انت عايز. الا لو هو قالك بقى استخدم الرمز اكس او واي، او هو اللي حدد لك بقى، خلاص رمزنا بالرمز. عرفنا كل لعبة من العدد اللي عندي ده سعرها مثلا 50، خلاص يبقى 50 في ايه؟ في خصم شلته، يبقى ناقص 60، وهكذا. طب تعال نشوف مثال تاني. بيقول تريد هند شراء عدد من الأحذية. ها دي المتغير اللي هرمز لها بأي رمز، وليكن زد أو واي أو تي أو ايه أو مثلا ايه اكس، أي رمز يعني. تمام. طيب أنا لو رمزت لها مثلا بالرمز زد، ماشي. طيب انا عندي هنا تريد هند شراء عدد من الاحذيه، رمزت لهم بالرمز زد خلاص. فاذا كان ثمن الحذاء الواحد 250 جنيه، يبقى عدد الاحذيه بتاعتي اللي هو الزد هضربه في 250 عشان اعرف اللي انا دفعته. تمام. وكان مع قسيمه خصم يبقى هنطرح على اجمالي المشتريات بقيمه 100 جنيه، يعني على حسب المشتريات اللي انت اشتريتها كلها، سواء كانت 3 احذيه 4 احذيه 10 احذيه، هتخصم 100 جنيه. تمام. يبقى 250 زد ناقص 100. ايه فاجمع ميات. قال لي احسب ثمن 4 احذية. طب خلاص ده نفس قيمة المقدار الجبري بتاعي، هشيل كل مرة زد واعبر عنها، مرة ب4 ومرة ب7 ومرة ب10. طيب تعالى لما نعبر عنها ب4، يبقى 250 هضربها في 4. الافضل ما تعملش ايه، خليها كده وخلي ال4 جوه قوس، عشان ما تفكرش اكس دي متغير ولا حاجة، ونقول ناقص 100 الفي، يعني ما تفكرهاش اكس ومتغير يعني. فانا هضرب هنا، هقول له ايه؟ 4 في 0 بكام؟ ب0. 4 في 5 ب20. احنا بنضرب فبنبدأ بالأحاد الأول. 0 ومعايا 2، و4 في 5 ب20، حطيت 0 ومعايا 2. 4 في 2 ب8، و2 يبقى 10، بقى ده 1000. واجي اطرح منهم 100، هيديلنا 900. 900 ايه بقى؟ جنيها. يبقى لما هو اشترى، قصدي هنا اشترت 4 أحذية كان سعرهم 900 ايه؟ جنيها. طيب تاني واحدة، لو هي هتشتري 7 أحذية، مين؟ هند. طيب تعالى نعبر عن ال7. هنشيل المتغير اللي هو زد ونحط مكانه 7، ما هو ده المتغير اللي عمال يتغير معايا كل شوية. يقول له 250 في 7 ناقص 100. اضرب ال7. 7 في 0 ب0، 7 في 5 ب35، 5 ومعايا 3 احطها فوق دماغ ال2. 7 في 2 ب14، و3 يبقى 17، يعني 1750. شيل منها 100 اللي هي الخصم على إجمالي المشتريات، يبقى 1750 ناقص 100 يبقى ادالك 1650. دول ايه؟ جنيها. 1650 جنيها. لما اشترى 7 أحذية دفع 1650 جنيها. طيب بعد كده لما اشترى 10 أحذية، ايه اللي حصل؟ هنشيل الزد ونحط مكانها 10. ماشي. طيب يبقى هون، لان كل حذاء ب250 واحنا اشترينا 10، يبقى 250 هضربها في 10 وبعدين اطرح منها 100.
هقول له هنا انت هنا صفر وهنا صفر حطه، ماشي. او عندك حط صفر واحد اهو عادي، ممكن تحط صفر واحد وكأنك بتضرب الواحد دي في 250 فتحطها تاني 250 يبقى ده 2500. او حطينا الصفر ده والصفر ده وواحد في 25 ب25 عادي، ناقص 100. واقول بيساوي 2500 ناقص 100 هيدينا 2400. 2400 ايه بقى؟ جنيها. يبقى لما كان 10 أحذية هند دفعت 2400 جنيه، هتدفع كده يعني لو اشترت 10 أحذية. يبقى هنا على حسب قيمة المتغير اللي هو زد ده، لو كان 4 أو 7 أو 10 قيمة الناتج الإجمالي بتاعة المقدار الجبري بتتغير. طيب هنا بيقول لي أوجد قيمة المقدار الجبري اللي هو 18 على 4 واي زائد 1 لما تكون واي مرة باتنين مرة ب25% ومرة بنص. هو عايز يعرفك أولا هنا حاجتين، نستخدم ترتيب العمليات الرياضية وفي نفس الوقت لما نعوض عن واي كل مرة بعدد شكل هل الناتج هيتغير ولا لا. يلا بينا ونبدأ. أول حاجة هنعمل تلات يعني أماكن للمسائل، وهنقول له هنا ايه 18 على 4 في واي. الواي بكام؟ ب2. خلاص احنا شلنا الواي وحطينا مكانها 2 زائد 1. طبعا احنا هنا لازم نخلص الأقواس الأول. طب وجوه القوس نفسه في ضرب وفي جمع، لا خلص الضرب الأول. يبقى 18 على 4 في 2 ب8 زائد 1. كده لسه ما خلصناش القوس نخلصه. يبقى 18 على 8 و1 9. 18 على 9 يديلنا 2. تمام. طيب تعالى كده جرب ان واي تكون ب25 جزء من 100. هقول له 18 على 4 مضروبة في واي اللي هي ب25 جزء من 100 وبعدين اجمع معاهم 1. تعالى اضرب كده، انت هتضرب الأربعة دي في 25 من 100. هتضرب 4 في 5 ب20 صفر معايا 2. 4 في 2 ب8 و2 10. تمام. وبعدين العلامة بعد خانتين بحطها بعد خانتين، يبقى ده 1 صحيح. ما هو 1 وصفرين جزء من 100 خلاص هي 1 صحيح، يعني مفيش أجزاء أصلا. انت اصلا لما تقول ربع متكرر 4 مرات او ربع مضروب في 4 فهو ب1 ما فيهاش مشكلة يعني. يبقى ده 18 على 1 زائد 1. دول كده كانوا ب1. بعدين هرجع اجمع الواحد يبقى 18 على 1 و1 2. 18 على 2 تدينا 9. يبقى الناتج هنا كان 9. طب هنا لما بنفس المقدار الجبري ده هشيل واي واحط نص، هيبقى 18 على 4 في نص زائد 1. ماشي. طيب 4 في نص دهوت يعني انت عندك كذا طريقة تحل بيها. انا اقول 4 في نص، الأربعة دي كأنها مقامها 1 بسط ومقامها 1. ولما نيجي كنا بنختصر اي بسط مع اي مقام، الأربعة والاتنين يبقوا الاسم على 2. 2 على 2 فيها الواحد وأربعة على 2 فيها 2. باقي لك 2 في 1 ب2 على 1 يعني 2. دي طريقة تانية ان احنا نقول 4 في نص. الأربعة ده طبعا بسط، ماشي. ف4 في 1 ب4. 1 في 2 ب2. ما هو في الضرب بتاع الكسور بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 4 على 2 تدينا 2. يعني في كل الأحوال 4 في نص هتدي لك 2. يبقى 18 على 2 دول كده ب2 زائد 1. يعني 18 على 2 و1 3 يعني هتدينا 6. يبقى انت عندك قيمة الناتج اتغيرت لما كانت واي ب2 الناتج طلع ب2. هي ملهاش علاقة انهم شكل بعض. لما كانت واي بربع او 25 جزء من 100 كانت الناتج ب9. لما واي كانت بنص الناتج طلع ب6. يبقى هنا نفس المقدار الجبري ولكن تغير قيمة واي غير لي قيمة الناتج النهائي بتاع المقدار الجبري. طيب هنا بيقول لي اوجد قيمة المقدار الجبري ده هو 5 زائد 3 في تي أس 2 ناقص 10 على 2 اذا كانت تي بتساوي 4. مع توضيح خطوات الحل هقول 5 زائد 3. ادخل هنا هتشيل تي وتحط مكانها 4 يبقى 4 أس 2 ناقص 10 على 2. انت بتخلص الأقواس الأول، وجوه القوس لو في أس بيخلص قبل الباقيين قبل الضرب والجمع والقسمة وكله. يبقى ده 5 زائد 3 وهنا 4 أس 2 يعني 4 مضروبة في نفسها مرتين. 4 في 4 أدا 16 ناقص 10 على 2. ماشي. احنا لسه القوس اهو ما خلصناهوش. هيبقى 5 زائد 3 كل ده بنقول يساوي 16 ناقص 10 بكام؟ ب6. بينهم وبين بعض في عشان ما فيش هنا اي علامات على 2. المسألة عندك بقى فيها جمع وضرب وقسمة. طب الضرب
والقسمة بنفس القوة اللي جه الأول باخده الأول، فناخد الضرب الأول. يبقى 5 زائد 3 في 6 ب18 على 2. المسألة لسه فيها جمع ولسه فيها قسمة، هقول بيساوي 5 زائد، تعالى هنا كده في الروقان أحسن، 5 زائد 18 على 2 9، 5 و9 كام؟ 14. يبقى الناتج النهائي طلع لي ب14 لما شلت تي اللي هي المتغير وعوضت عنها ب4. طيب مسألة تانية أطول شوية نحلها مع بعض. هنا بيقول لي أوجد قيمة التعبير العددي ده اهو 6 ناقص 4 على، المهم خلي التعبير زي ما هو قالك ايه مع توضيح خطوات الحل. تعالى ننزل خطوة خطوة كده نشتغل مع بعض. هو عايز يفهم ترتيب العمليات الرياضية شغال معانا ولا لا. انت عندك قوس مربع وجواه قوس مستدير، خلص الاول المستدير اللي جوه المربع، وبعد ما تخلصه كمل بقى القوس المستدير، خلصه برضو قبل باقي العمليات الحسابية اللي عندك. فاحنا نمشي عادي زي ما احنا ماشيين اهو بالترتيب. 6 ناقص 4 على 2 زائد فتحنا الأقواس، خلص القوس الصغير ده الأول. 3 و1 4 ناقص 1 وبعد كده لكل أس 2، خلص القوس ده كمان. هيبقى 6 ناقص 4 على 2 زائد 4 ناقص 1 3 أس 2. عندك طرح وقسمة وجمع وأس، لا خلص الأس قبل الكلام ده كله الأول. هقول 6 ناقص 4 على 2 زائد 3 و2 يعني 3 في 3 ب9. تمام. عندك طرح وقسمة وجمع، لا خلص القسمة هي أقوى منهم. هنقول 6 ناقص 4 على 2 ب2 زائد 9، 4 زائد 9 بيساوي 4 و9 كام؟ 13. يبقى الناتج النهائي ادالنا 13. لأوجد قيمة المقدار الجبري ده اهو لما اكس بتساوي 5، يعني انا هشيل اكس واحط مكانها 5. هقول له ايه؟ 5 زائد 3 وهنا كده الاكس هشيله واحط مكانها 5، 5 أس 2 ناقص 1. ماشي. هقول خلص اللي جوه القوس الاول، يبقى 5 زائد 3 كده بيساوي كده هنا 5 أس 2 يعني 5 اتضربت في نفسها مرتين، 5 في 5 ب25. طيب يبقى 25 ناقص 1 هيبقى 5 زائد 3 و25 ناقص 1 ب24، هضرب في 24. ماشي. طيب ما هو ما فيش هنا اي علامات ما بين القوس والعدد، فخلاص ده ضرب. يبقى 5 في جمع وفي ضرب اهو، يبقى انت خلص الضرب الاول هيساوي 5 زائد 3 في 24 نضربها كده في بعضها الاول، 3 في 4 ب12 2 ومعانا 1، 3 في 2 ب6 و1 7، يعني 5 زائد 72 ادي 5 و2 7. وخلاص السبعة ده ملهاش حد يتجمع معاه يبقى 77. احنا كده خلصنا شرح الدرس دوت. لو احتجتوا اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات او ابعتولنا على رسائل الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.